اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني عامل ايه. معاكم the one and only الحسن رومل، ومعانا one of my best friends صبوره احمد صابر. كسفنيش يا حسن ولا بقول لك استنى انا جايب لك بتاع. انت شايفني داخل بيها من الاول بس انا عاوز عبيط عشان مش عايز مش ليا لا الموسيقى كل مين يعني. انا جايب لك يا نهار اسود. بص هو كده ما تهزرش، هو ده اللي بدماغي اصلا. الرول بيبر حوار، انا مش عايز اقطعه من كتر. ايوه صح جميل. ده اول جاست يجيب لي حاجه هو باي ايده مش فاضيه. انا اوريدي اتوقع ده ايه بجد. ايه متوقع ايه؟ بوستر الديزاين انت عملته للبودكاست. صب مظبوط. صبر جرافيك ديزاينر عمال دي اخو بدايه للبودكاست. اصلا مش عارف انت جايبني عشان فيلم ميكر ولا جرافيك ديزاينر ولا ايه، فاحترت شويه بس قلت يلا اعمله خلاص. صبر جرافيك ديزاينر وحاجات تانية هنتكلم عليها. انا بوصل ماشي المهم نوصل. مش هو بلاش تريم كمان. اوف انا هوريك الكاميرا الاول. انت هيكون مقلوب مسلف او مقلوب. طيب انا عايز الناس جماعه الاوس دي هيكرهوا ان انا بقطع ده صح. هو كان جميل بصراحه. جامد قوي. ايه يعني اعمل ايه ووشي والضاره تحفه يا اسطى، جامد فشخ بجد. ليتري دي احلى حاجه في حياتي حبيبي والله ما بهزر بجد. ثانك هو انا عارف بفكر اعمل ايه، اعلقه ويبقى في كل حلقه واقع معايا ولا هفتكر. انا هسيب البودكاست دلوقتي سوري يا مشاهدين ونعلق هعلقه فين بجد يا اسطى. والله مش عارف اقول لك ايه، انت بسطتني بشكل مش طبيعي. حبيبي حسن والله يا جماعه شاوت اوت لو اي حد عايز جرافيك ديزايننج شغل. والله بدايه تحفه للحلقه الصراحه. حسن انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس ماشي. انا عايز اقول لك، انا عايز اتكلم معاك في ايه النهارده. رحلتك والباشن بتاعك للفيلم ميكنج والافلام، عشان انت اكتر حد قابلته تقريبا بيحب الافلام بشكل ريليجيوس، اللي هو انت بتحبها حب ومش سينيفاي، لا انت ليك حب كده معين للافلام والصناعه زي الافلام كمان، which is دي حاجه I appreciate جدا as a fellow صانع افلام الميكر. فعايز اتكلم افهم، عشان دايما كنت بحب اعرف الناس في المجال بتاعنا بيفكروا زي مبصين للموضوع زي اسبابهم ايه كده. واحنا اوريدي اتكلمنا كتير على مدار صداقتنا بس حابب نتكلم تاني شويه. هنلمس على جرافيك ديزايننج، وعايز الدين دي هنربطها كلها انت ماذا تحب ان تفعل في العشرينات، وهل انت عارف انت عايز تعمل ايه ولا لا. فيلا نبدا باول سؤال. قبل ما ابدا انا عايز اسالك، ممكن اسالك سؤال؟ انا عايز اسالك سؤال مهم بجد. is your vision في البودكاست ده ان انت تجيب القصص اللي هي لسه ما بدأتش، سنس ان احنا كلنا فعلا في اول العشرينات، يعني موسلي كلنا قصصنا لسه ما بدأتش. exactly الاندر دوج ستوريز ميكس مع ان انت اصلا ممكن يبقاش عندك قصه، وفي ده في حد ذاته قصه. اقول له احنا لسه بنسيت اب. ممكن بعد يعني 5-10 سنين يبقى كول انت مثلا في الاخر تبقى عايز تبقى راعي غنم مثلا في سويسرا، اللي هو حاجه تانية خالص. ممكن تبقى عايز تصنع مسلسلات مش افلام. ليه الفيلم ميكينج اشمعنى ده؟ عشان ما اعرفش ليه اتلعنت لعنه الفيلم ميكينج، بس انا بشوفها لعنه فعلا. اي حد عايز يعمل افلام هو اتلعن بلعنه الفيلم ميكينج. بس ما اعرفش، ممكن بحس ان انا وسيله تعبير جميله جدا، وبحب احكي حواديت، بحب اعبر عن نفسي بحدوته بس. انا بحب جدا برضو اسبكت التعبير عن هل قصدك بتعبر عن احاسيس، بتعبر عن افكار، بتعبر عن ايه؟ بص انت لو هتعمل فيلم عن حاجه انت مش حاسسها او مش بتفكر فيها، مش هيبقى حاجه تيستلس كده، هتبقى تعمل فيلم روبوتك شويه. انما لو لازم يكون موضوع شغلك، لازم تكون حاسس بيه جدا، لازم يكون مضايقك. في بعض الاحيان انت لو مفيش حاجه مضايقك مفيش فيلم. بس هي ميكس احاسيس وافكار، حاجات دايره في دماغك، مش قادر احط لها تايتل معين يعني، بس هي لازم تكون حاجه طالعه منك انت عايز تقول ده. والناس بقى اللي عملوا فيلم اللي انت ترعرعت وانت بتتفرج عليهم، قولي مين الاول، مين اللي هو اول حاجه الناس بيجي في دماغك؟ مخرجين. اول مخرجين بيجي انا كبرت وانا بتفرج عليهم سكورسيزي، رودريجيز مخرجي المفضل.
وافلام عربي طبعا اكيد، لان احنا كنا اسره بتروح السينما كتير لحد ما بقت الافلام ما بتعجبش امي وابويا فما بقوش بيروحوا، فبقيت بروح لوحدي. فالموضوع كان بادئ من هنا يعني. بس فلا وتارنتينو برضه فرش اي تينيجر بيبقى مبهور جدا تارنتينو دم بقى فايروس. بالظبط ايوه. بس انا مخرجي المفضل الفنان روبرت رودريجيز، ومؤخرا بتفرج على افلام مخرجه المفضل جون كاربنتر. الموضوع بجد جامد. طب والامباكت بقى بتاع لسه لو ده مخرجك المفضل رودريجيز، الامباكت بتاعه عليك عامل ازاي؟ وغيره برضو الامباكت الافلام دي والمخرجين دول عليك. بص هقولك، انا استوعبت اصلا ان في حد ورا الكاميرا بيكول ده شوتس وانا بتفرج على ذا ريسلر بتاع دارين ارنوفسكي. ده الفيلم اللي انا بتفرج عليه اللي هو ايه ده، هو في حد ورا يعني في حد هو اختار ان الكاميرا تتحرك كده او ان هي تمشي ورا الراجل ده كده. فلحظه الاستيعاب دي جت وانا بتفرج على ذا ريسلر بتاع دارين ارنوفسكي. رودريجيز بقى هو اللي حسسني ان اتس بوسيبل اصلا، لما شفت بيد هيد الشورت موفي اللي كان عامله، وبعديها شفت المارياتشي وقعدت بقى اسمع قصص كتير قوي انه ازاي عمل المارياتشي ده $7,000 وجاب منين $7,000 والقصص دي كلها. فهنا حسيت ان اتس بوسيبل، ان اوكي مش يا الراجل انت محتاج ايه، كاميرا وعلبتين اضاءه وتودي وتعلي الكلام يعني. حسيت ان هي رودريجيز هو اللي حسسني ان الموضوع بوسيبل بصراحه. فده الامباكت عليك ان هو خلاك تحس ان في اكشلي حد هو اللي بيكول ذا شوتس وان الموضوع بوسيبل. بالظبط. هل كان في بقى امباكت تاني من نوع اخر اللي هو حاجه اثر فيك، فيلم اثر فيك في اللي هو انا مسج وصلت لي من كتر ما هي قويه جدا انا عايز اوصل المسج بتاعتي للناس ثانيه او ايموشن او whatever؟ كانت معظمها الافلام التروماتايزنج شويه، فاهم قصدي؟ اللي هو الافلام اللي هي خلصت ومش سايباني حاسس كويس، يعني هي لعبت فيا بشكل او ضايقتني بشكل ما او استفزتني بشكل ما. يعني موذر مثلا، ارنوفسكي برضو الفيلم ده ما يعني انا خلصته حاسس هو ايه انت ليه كده. والفيلم ده اللي كسر لي اكشوالي انا كنت فاكر ان الافلام كلها الفيل جود موفي، اللي هو انا لازم عشان اتفرج على فيلم لازم اكون مخلصه حاسس ان انا هابي اند، حاسس ان كله تمام افضل. لا ماذر اللي حسسني ان لا مش عايز اعمل كده. فدي برضو كانت فتحة عين مختلفة. وهل انت حاولت عشان انت بتعمل افلام، هل حاولت تعمل فيلم اولا انت مايل ناحية انهي اتجاه؟ افلام معبرة جدا اللي انت حاجات اللي انت حاسسها، ولا افلام very complex و very اللي هو ممكن تكون سن disturbing، ولا افلام feel good؟ لا بص انا بتكلم عن موضوع مضايقني بطريقة disturbing. مش بحب الحاجة تكون معقدة قوي قد ما بحب ابنيها، يعني هنبذل مجهود شوية ان احنا نعمل structure، بس مش لازم يكون معقد اكتر من اللازم. بس لازم اكون disturbing، لا لازم بحب اخد ترن تاني غير القصة كان المفروض تاخده. وعايزك برضو تقول لي ايه اكتر فيلم، يعني لو فيلم واحد اثر عليك بشكل مش طبيعي 180 درجة غيرك، فيلم ايه؟ سؤال صعب قوي اختار فيلم واحد، فاهم قصدي؟ طب بلاش فيلم واحد، ممكن قولي كام فيلم، يعني مش شرط حاجة واحدة بس، مش شرط حاجة الوحيدة. ماشي هقول لك شوية افلام عملت فيها ايه. انا لما شفت جود فيلس كنت مبهور جدا، وبجد كنت مبهور جدا لان ايه ده سكورسيزي بقى بيعمل اللي هو عايزه. فده اللي كان شددني قوي في جود فيلس. طب سألك بس حاجة قبل ما نكمل، انت تيم، عشان انا بقتنع ان انت يا اما انت هتحب الاثنين، بس انت يا ده اكتر سنة ده اكتر سنة، واظن انت عارف اقول ايه. هل انت تيم جود فيلز كمافيا فيلم، ولا ذا جاد فاذر؟ جود فيلز. عايز اقول صراحه تيم ذا جاد فاذر. انت تيم هو جاد فاذر كده فيلم كده اجود، مش هنهزر. هو فيلم اجمد واتقل وبتاع، بس جود فيلز اروش بكتير. هو كولر اكتر، كان اللي هو عارف بحسه ايه ذا جاد فاذر كاديلاك، جود فيلز عربيه فورد ماستن كده، عربيه سبورتي يات شبابي وفي جامده كل حاجه، بس ده حاجه كده. هم مش بعاد عن بعض عامه بالظبط كموبس وبتاع وكده. او ايه غير بس اصل برضه اقول لك على حاجه برضه بيضحكني الموضوع ده، وده هيوضح الفرق ما بين الفيلمين. في تصوير ذا جاد فاذر كان في موبس، كان في مافيا في البيهايند ذا سينز، وكوبلا كان خايف جدا وكان قلقان جدا، والاستوديو كان بيرخم عليه. بالظبط. بأذر هاند سكورسيزي طلعهم اصلا في الفيلم، تعالوا صوروا معانا.
فده اللي فرق ما بين الفيلمين. دي عامه ممكن تكون اكتر بوينت كومباريزن يعني يونيك اسمعها لما حد بيتكلم على الفيلمين. الطريقه اللي الفيلم ميكر بيعمل بيها الفيلم بتاثر اصلا على الابروتش بتاع الفيلم كله. يعني زي ما قلت لك فكره ان سكورسيزي على طول بيمبروفايز، على طول عنده استعداد يغير، على طول عنده استعداد يجرب في حاجات عبيطه او ممكن مش قوي ما حدش غيره هيبقى عنده استعداد يجرب فيها. ده بيطلع فيلمه بشكل غير حد تاني باني الفيلم كويس ومركز في الفيلم كويس، فده هيطلع فيلمه بشكل تاني. ده بيبان بقى من الطريقه الصغيره حتى الطريقه اللي انت بتتعامل بيها الكرو. قبل ما نكمل عندنا سبونسر للبودكاست. السبونسر هو اورا سبيس، المكان اللي احنا فيه ده. خلينا نكلمكم شويه على سبونسر، وفي مفاجاه للمستمعين بتوعنا. كرييتيف كووركينج سبيس في المعادي. لو انت عايز بتشتغل اونلاين تقدر تيجي هنا تشتغل. نت سريع جدا، ناس هاديه، الدنيا هاديه، الفايبس حلو جدا، الدنيا مريحه، قهوتك، كوكيز، وات ايفر انت عايز تتعرف على ناس وتروح سوشيال ايفنتس وكده. اورا في ايفنتس، في حاليا ايفنت بره شغال، اتمنى ما تبقوش سامعين صوته. في ميوزك نايت باند كده لذيذه بتجام وبتلعب مزيكا. بس هو مكان انا كشخص بقى غض النظر عن بودكاست هو بسجل فيه بودكاست باي ذا واي، ممكن تيجوا تسجلوا بودكاست. باجي هنا عشان اشتغل كاجولي كده، عشان مثلا النت بطيء في البيت، الدنيا دوشه في البيت، عايز اركز، هنام لو اشتغلت في البيت. فمكان قريب لقلبي جدا. وصديقي محمود عشماوي صاحب اورا من يعني اطيب الناس اللي قلتها وساعدني في حوار البودكاست، فاحب اشكره. واحب نقول المفاجاه بقى هي ان البرومو، في برومو كود بقى للناس اي حد عايز يجي اورا ويقول البرومو كود يعني اعمل ايه، هياخد ديسكاونت 100%. that is right. تيجوا يوم كامل تسبندت من غير ما تدفعوا اي فلوس. بس فمعادي اورا سبيس انستجرام وتيك توك. هكتب بقى الاديتور بتاعي هيكتب هنا عشان بقى عندي بقى في بادجت بقى وسبونسر وبقى عندي اديتور وكده. طب لو حد قال لي هنعمل ايه بالغلط، يعني هو ما يعرفش وجي قال لي انا تمام، اظن بقى خلاص هيبقى واحده في يعني انا كسبت. بس انجوي يعني تيجوا اورا. وباك تو الحلقه، عايز نقول لهم على حاجه. احنا اصلا اتقابلنا ازاي؟ اتقابلنا مش دي كانت قصه مرعبه في الاول بالنسبه لي، بس ترنز اوت ان هي كانت جميله جدا. احنا اتقابلنا في مهرجان اسكندريه، كنت انا فيلمي وفيلمك كانوا سيلكتد في المهرجان، وسمعت المهرجان هيقعدوا الفيلم ميكرز كل 2 في اوضه والايميل كان مبعوث كده، فكنت قلقان جدا ان هقعد مع فيلم ميكر شكله عامل ازاي. يعني خلينا متفقين ان اور فيلم ميكرز مش احسن ناس غريبه. احنا الكوميديا بتاعتنا غريبه الصراحه، وكلهم غريبه، مش محتاج اقول، مش عارف احنا الغراب ولا هم الغراب، بس تفتكر فعلا عشان هم الاغلبيه فاحنا اللي تكنيكلي غراب. تفتكر اصل احنا طبيعيين بس بالنسبه لهم ممكن مش عارف مين الغريب بالظبط فينا، بس يعني الفيلم ميكرز مش احسن ناس تقعد معاهم في الاوضه. فانا كنت قلقان جدا ان يجي لي حد بقى بوهيمي فاكر نفسه فنان او واد عامل مولت او مش عارف ايه. ما ينفعش تتريق على الناس اللي عامله مولت، انا كنت عامل مولت هم اللي بيسمعوا البودكاست بس معلش ماليش في المولت خالص. المهم فانا لقيت سمير، الله يبارك له. انت لازم تجيب سمير حلقه والله لو جه القاهره او يلاف ان هو لازم تجيب سمير. فسمير الله يبارك له الجست ريليشن قال لي انت هتقعد مع ده، فبص لقيته مش عامل مولت، لقيته لابس كويس، شكله مش غامض قوي، وكان الحسن رومل. طلعنا الاوضه بقى طلعنا الاوضه دي عيبه وتحس بس تسكت بعدها. بس اتكلمنا لقينا كلام بيجي، بنفكر في حاجات شبه بعض، بنتفرج على افلام شبه بعض، انترستد بنفس الحاجات تقريبا. فكان الحمد لله ماتش ميد ان هيفن. يعني عايز اقول لك ان انا نفس الموقف بالظبط. انا هو بقى هيبقى معايا حد غريب بقى ولا حد بقى، وانت كان عندك اكسبيرينس سيئه اللي بس انا كان عندي اكسبيرينس حد يعني ربنا يهديه ويسامحه، يعني جاب لي تروما من ان انا يبقى عندي روم ميت حد ما اعرفوش. فجاي بقى انا اول حاجه جريت على سمير لما رحت الاوتيل، بقول لك انت فين، مين هيبقى معايا في الاوضه؟ بص انا اول حاجه عايز اعرف وهبقى لوحدي ولا لا، عشان في ناس السنه كانوا لوحدهم في الاوضه كنت بحقد عليهم جامد جدا. اوكي. وكان كذا حد يعني كان ممكن يبقوا مع بعض عادي، بس جت كده. وبعدين ما كانش مكتوب في الايميل السنه اللي فاتت ان كل واحد ان في كل 2 في الاوضه. اوكي. كان موضوع صعب جدا. قال لي واحد اسمه احمد صابر، قلت له ده في جامعه ايه؟ قال لي جامعه طنطا. هو غلط عشان انت من طنطا بس جامعه القاهره. اوكي. فقلت له طب يعني هو فين؟ شاوره لي. فهو شاور لي على حد قاعد بعيد كده وكان قاعد على الموبايل. سوفر برضو نفس الحاجه، يعني مفيش اي حاجه تقلق، خلاص جامد. طلعنا الدنيا هاديه، بس انا بقى حطيت شنطتي وبصيت له كده ومستنيه يعمل اي حاجه غلط، مستنيه يرمي لبسه في الارض، مستنيه
لا احنا بعد المهرجان كان 5 ايام صح. ايوه احنا على اليوم الثالث كده كنا خلاص بقى احنا غير منظمين بنفس الطريقه ايكولي اللي هو ايكوالي، برمي بنطلوني هنا انت بترمي بنطلون، كل واحد في خط كده حدود كل واحد بيرمي في حته. بس ويظهر المهرجان بقى والاكسبيرينس دي بالنسبه لي، وعايز اعرف بالنسبه له برضه، كانت ان احنا لسه كفيلم ميكنج بنقول الكلام على ايه بقى، وبنستكشف الفيلم ميكنج، ولسه بنشق طريقنا ليترلي وكده، وان احنا نعمل فيلم يروح مهرجان ده it's a very big milestone في الكارير بتاعتنا كفيلم ميكرز. فعايز اعرف انت كنت حاسس بايه في الاكسبيرينس دي، وكنت حاسس بايه؟ في المهرجانات عموما يعني ان نفتح توبك المهرجانات. مش شرط ده مثلا جنرال. انا كان غريب في بيتي بدأ بمهرجان زاوية للشورت موفيز كنا فيه، وكنت حاسس ان دي احلى تجربة مهرجان على الاطلاق. انا 3 عروض كل شوية بلحق، اللي ما حضرش اول عرض يجي تاني عرض يجي تالت عرض في السينما، وانا بيج سكرين الدنيا جميلة مش عارف ايه. بعد كده جه مهرجان اسكندريه، هنسافر اسكندريه ووقت الشتاء برضو كمان هي فاضيه ومش زحمه صفه وبتاع مش عارف ايه، 5 ايام وبرضو عروض وناس غريبه وناس في اسكندريه اكشولي مختلفه. ده اللي انا لاحظته، فقلت خلاص دي احلى اكسبيرينس مهرجان اشوفها في حياتي. بعد كده منصات عرض بار تاني في زاويه، وكسبنا في منصات اديتنج بس اديتنج دوكيومنتري، فكنت حاسس ان دي احلى اكسبيرينس. فهي المهرجانات عموما لطيفة، وبتبقى فرصة ان انت اصلا تتعرف على فيلم ميكر. يعني تعرفنا على بعض من هناك، تعرفنا على سميرة، تعرفنا على بسنت، تعرفت على عمر علي، كل دي ناس انا مبسوط ان انا اتعرفت عليهم، ومبسوط بافلامهم بقى بجد. بتبقى اروع لحظة في حياتي. انا هشوف فيلمك واجاج عليك دلوقتي هشوف فيلمك وعارف انت بتفكر في ايه وايه اللي مضايقك وبتحب تصور ازاي وبتحب تسمع ايه، لانه كل ده بيبان من الفيلم بالنسبة لي. اكيد افلامي المفضله اصلا لما كنا بنتكلم على الجزء ده هي اللي تبين شخصيه مخرجها اكتر من اي حاجه. لو عارف شويه عن المخرج ده بعرف لونه المفضل اتليست. عارف ان الحاجات اللي حبيتها لما كنا نتفرج على افلام كلنا، فيلم كل واحد، احنا كنا لسه لو في مرحله بنعرف بعض. بس انا متاكد ان لما اتليست انا لما ابتديت اشوف كل فيلم من افلامكم، وكأن انلقت بارت كده من شخصياتكم، وبقت والبارت الاكبر كمان، فخلاص وكأني مثلا اعرفكم بقالي 2 سنين. بالظبط ايوه. لا انت بتعرف حاجات كتير، بتعرف عينه وبتشوف ازاي ودنه، بتحب تسمع ايه، بيحب يقط ازاي، ايه اللي انترستنج بالنسبه له وايه اللي لا. فان انت تتعرف على فيلم ميكر فعلا اسهل طريقه انت تشوف فيلمه. بس فهي لطيفه في كده، ولكنها خداعه برضه. يعني الجانب المظلم من المهرجانات ان انت يعني رحلتي مع المهرجانات كانت رولر كوستر اكتر من هي انبساط بس، فاهم قصدي؟ علشان مش عارف ده حصل لك ولا لا، بس انت محتاج تكون اوير كل شويه ان السوكسي ما يخدعكش، وان ماشي ان السوكسي حلو وجميل وانت تحب الناس تسقف بعد فيلمك وتبقى مبسوطه، بس برضو انت مش هتفضل تجري ورا التسقيف ده، عشان لو جريت ورا التسقيف هتبقى بتعمل حاجه ملهاش معنى، ساعتها مش هيسقفوا لك. او حتى لو مش لازم تكون عشان تبقى فيلم ميكر تعمل حاجه ليها معنى، عشان بس النقطه دي بتضايقني جدا. بس ستيل ان فكره انك تجري ورا السوكسي دي حاجه توكسيك جدا وهترهقك جدا، وهتخليك تعمل حاجه مش بتديفايني ومش بتعبر عنك فور ذا سيك اوف السوكسي، وساعتها مش هتاخده. عارف انا من الحاجات اللي اصلا في الباشن بتاعي للفيلم ميكنج اللي كنت قلقان منه، ودايما بسأل السؤال ده عشان اتاكد ماشي على الطريق الصح. هل انا حابب الفيلم ميكنج عشان انا بحب الفيلم ميكنج، ولا انا حابب الاحساس اللي هاخده لما اوصل، او بارومنتسايز النجاح، او بارومنتسايز وقفه المسرح او الفيلم يتسقف او كده. واعتقد وده برضه حتى مثلا بعمله في حاجات تانية، وسنة بيمولد ايه اللي انا محتاج اعمله. مثلا لو ابتديت امشي في اتجاه ده انا عشان بس عايز السكسي زي ما انت بتقول، فاسال نفسي السؤال ده ففوق لا مش ده اصلا انا عايزه، فارجع تاني ماشي صح. ايوه بالظبط. انت محتاج طول الوقت تكون اونست في اللي انت عايز تقوله، ويكون انت فعلا عايز تقوله، مش بتعمله لاسباب مختلفه بس، لان في الاخر اصلا هتطلع بجد فيلم مشوه جدا وشبه بعض. بالافلام بقى كتير بتبقى شبه بعض بسبب الحوار ده. وهل في فيلم عملته حسيت ان انت عكس شخصيتك تماما، مش ده الحاجه اللي انت كنت عايز تطلعها؟ لا ما حصلتليش في فيلم قبل كده الحمد لله. يعني اتمنى ما تحصليش، لان كل حاجه اصلا كنت انا اللي كتبتها كمان، فما كانش في حاجه اتفرضت عليا يعني.
مش تطور، بس اللي هو كان الفكره في دماغك حاجه، بس لما جيت تكسكيوت او تطلعها كانت قلش السنه، حتى لو بطريقه حلوه بس مختلفه عن اللي انت عايز تعمله، بس يو رولينج وذ ات. بص هقول لك على حاجه، علشان اتخلص من الموضوع ده هي يعني اتخلص من الحاجات دي كلها في اول تجربه وانا بعمل نوح. شفت نوح صح؟ وريته لك. اني واحد نوح هبوريه لك. فقولي ثاني واحد. الاولاني كان موبايل بتاع لا، ما وريته لي. اوكي انا شفت تاني بس بتاع غريب في بيتي اللي شفته في اسكندريه، ومشروع تعمير 2.0 بتاع ده لسه بفكر الفيلم ده كل فتره. ايه رايك فيه؟ لا بص، الفيلم ده عارف بيكابتشر يعني لما شفته ده مفيش حد في الكوكب ده يقدر يعمله غير صابر. هو هاد يور فينجر برينت وكده اول اوفر ات. وكان فيلم انت يعني كل لقطه انترستنج جدا. بل وانا قلت لك التعقيب ده انه السينز عشان انت بتكت بسرعه كده عشان ده اللي انت تتعود عليه. بس في شويه سينز الكادرات لوحه فنيه تبقى الواحد بيبقى عايز يقعد يتفرج عليها اكتر. حتى هي كان سيمبل جدا ان هو الشادو وهو بيشاوروا رجل ايوه دي لوحدها بس فحبيته جدا. بمناسبة الفيلم ده هل في فيلم بالنسبة لك، لو انا عايز بقى نتكلم على العشرينات شوية والرحلة بتاعتنا، بالنسبة لك ده لما بتفكر في التوينتيز ده بيديسكرايب فترة العشرينات؟ انا هقول الفيلم كنت عايز اقوله في الافلام اللي هي اثرت عليا كفيلم ميكر يعني ديدبول 1. اوكي، بحسس ان هي اجابه عبيطه شويه، وايه فيلم ميكر بقى هيطلع دلوقتي ده فيلم عبيط. بس انا بجد ديدبول 1 اول مره شفته كنت مبهور جدا بالناريتيف، لو مش اللي بدايه شويه يجيب لك من قدام شويه، والنقطه اللي اتقابل فيها الناريتيف. يعني احنا كنا فلاش باكس مع مشاهد بتحصل دلوقتي واتقابلوا مع بعض في نقطه، فانا كنت مبهور جدا بالنقطه دي. وكنت حابب الفيلم ده شفته كتير، الفيلم ده شفته حوالي 16 17 مره مثلا، من كتر ما انا عايز اذاكر الناريتيف. هو امتى قرر نرجع فلاش باك وامتى قرر نبقى موجودين دلوقتي. وحاسس ان اللخبطه دي عموما بتاع ان احنا لا طب احنا نرجع نعمل كذا، استنى هقول لك معلومه ورا وتعالى دلوقتي اقول لك معلومه هنا قدام. حاسس ان دي بتديسكرايب مي شويه الفتره دي، لان برضو انت بتحاول ايه تحل على كل حاجه. ايه ده كان المفروض اعمل كذا، طب يلا بسرعه اعمله، طب ايه ده مش عارف. فدي بجد حاجه كانت مبهره بالنسبه لي، وحاجه معبره برضو جدا بالنسبه لي. تقول الفيلم ميكينج بياخد كام % من حياتك؟ لا كتير. انت الفتره اللي انت بتعمل فيها فيلم انت بتكون نايم بتعمل فيلم، وده شورت موفيز كمان، فبالك لما تعمل فيتشر فيلم ولا حاجه انت بتفكر في الموضوع وهو بيتكتب، بتخلص كتابه انت بتفكر في الفيلم وهو بيتعمل، بعد بتحضره، بعد كده انت بنازل بتصور. في ايام التصوير بجد بتبقى اصلا اكتر ايام مرهقه، بعد كده بالاديتنج، وبعد الاديتنج احنا لسه ما خلصناش. احنا لما تعرضوا على صحابك والدائره القريبه هيقولوا ايه، هيحسوا بايه، في ايه ان ادجستوا في حاجه، ما فيش خلاص طب يلا نبعته مهرجانات، هيتقبل ولا لا، هيتعرض ولا لا، وقبل العرض يا لهوي ده احنا هيتعرض يلا رسول مش عارف ايه. فلا هي سايكل طويله جدا ومرهقه جدا، و يا بس جميل. مش بيبقى انها هي واخده وقت كتير جدا. هل عندك الديلاما؟ عشان دي انا مثلا حسيتها قبل ما ابدا الرحله دي. اوكي، انه انا عايز ابقى بعمل فلوس، بس مثلا عايز ابقى بعمل حاجه اللي بحبها في الميكينج، حاجه اللي بحبها بس مش هتعمل لي فلوس anytime soon. فهل انت كان عندك الديلاما بتاعت هل الان من طب واسبكت الفلوس عشان دي حاجه مهمه هتعمل فيها ايه، ولا كنت لا اول ان ومش مهم؟ كنت لا كنت بولد انف اني يعني اقول انه مش مهم. كل الحاجات اللي اتعلمتها كان كده اكشوالي. انا كنت عايز اتعلم كرافت انا بحبها علشان اعرف اكرافتت. في نصيحه جدي قالها لي كانت عشوائيه جدا، قالت لي صاحب الصنعه ما بيغرقش. اللي معاه كرافت عمره ما هيضيع او هيبقى مش عارف يعمل فلوس او هيبقى مش عارف يعمل ايه، انت على طول بتكرافت حاجه. فبيزد اون ده قررت اتعلم جرافيك ديزاين. عايز ابقى ديزاينر، عايز اديزاين حاجات، عايز اعرف اعمل بوستر شبه بوسترات الافلام، اعلان شبه اللي شفته هنا، شبه البوستر ده لو ناسين. بس فحسيت ان دي كرافت انا عايز اتعلمها. هتجيب فلوس مش هتجيب فلوس مش مهم، بس انا عايز اتعلم ده. الفيديو اديتنج كان نفس الموضوع، عايز اتعلمه علشان هيساعدني اعمل فيلم لما اصور حاجه اعرف امنتجها على بعض. الفلوس بتيجي بعدين. دي حاجه اتعلمتها بقى من تجربتي في الجرافيك ديزاين، ان اتعلمت الكرافت بمنتهى الباشن وبمنتهى الاخلاص، والفلوس جت بعدين. بعد كده عرفت اشتغل في ايجنسيز. لقيت شغل الايجنسيز مش مريح بالنسبه لي،
وكنت حاسس ومتاكد ان في طريقه اريح. انا بحب الكرافت، انا بحب اكون جرافيك ديزاينر، بس اكيد في طريقه مريحه اكتر ان انا اعمل بيها الشغلانه دي. لقيت ابورك فريلانسنج، بتشتغل انت براحتك، انت بتمانج يور تايم، انت بتحدد وقتك كمان. فدي كانت بتاكد لي برضو اللي كان جدي بيقوله، ان انت بس انت معاك كرافت بعد كده هتيجي بعدين، حتى لو بتعملها ببلاش دلوقتي قدام هتبقى بتعملها بفلوس. اوكي لو انت انا عايز اعرف بقى، اعتبرني هشرحك دلوقتي ميتافوريكلي طبعا يعني. دلوقتي اغلب الناس اللي في العشرينات بيبقوا حاجه تاهين فيها، حاجه لسه مش عارفينها، وممكن possibly بعد العشرينات كمان. هنس الاسم يعني عمل ايه. ايوه. فانت ان شاء الله فاهم الباشن بتاعك الفيلم ميكنج، ولقيت طريقه منه تتعلم فيها حرفه تجيب لك فلوس حلو تعرف تعيش بيها. هل في اسبكت انت لسه بتغامر فيه، بتستكشفه، ما تعرفوش، لسه unknown بالنسبه لك؟ لسه اكشولي لسه بغامر في كل ده. يعني اوكي انا شغال جرافيك ديزاينر، من جرافيك ديزايننج بعمل فلوس، بعرف اعمل بيها افلام، من بيها الافلام برضو يا جابت يا ما جابتش. الموضوع بيتوه. لا ما اعتقدش ان انت هتجيب حد هنا في اول عشرينات او اكشولي حتى في اخرها وهيكون عارف لا ومهندل الدنيا. الموضوع جدا بيتوه. انت بكل مره وكل فيلم منين هنجيب كاميرات، طب هنعمل ايه، طب مين هيصور، مين هينور، مين صوت، مين مش عارف ايه. طب خلصنا الفيلم هنعمل بيه ايه، فرجنا عليه واتبسطنا نبعته ولا السوشيال ميديا. لا فهي بتتوه. مفيش، ما اقدرش اكليم ان انا مهندل اموري. بس انا اتعلمت حاجه مهمه جدا ثرو 3-4 سنين اللي فاتوا، ان انت تنجوي ذا بروسس. مش دايما هيبقى على هواك، بس انجوي، اتعلم تنجوي عشان بجد ده المهم، وده اللي بيخليك كمان ان جود مود ان انت تعمل اللي انت عايزه حتى لو البروسس موديك في حته انت مش عايزها. بس لا هتعرف تحركها شويه. انا بمناسبه الكلام اللي بتقوله ده، انا عايز برضه اعرف منك ايه من الحاجات التانية اللي ممكن نقول valuable lessons اتعلمتها، ممكن تقول في الفتره اللي فاتت، اللي انت يعتبر الفتره اللي فاتت هي اكتر فتره بتعمل فيها افلام، عملت فيها افلام اشتغلت فيها. الفتره اللي فاتت اسن كام سنه اللي فاتوا يعني. ايوه ايه اكتر valuable lesson اتعلمته في الفتره دي؟ الفتره دي دلوقتي حالا انا بتعلم الصبر. ايرونيكلي ايرونيكلي مش هقولها. ايوه بس انا ما كنتش بعرف استنى خالص. والبروسيس والموضوع ده كان في الافلام برضو، اللي هو لا انا عايز اشوف الفيلم دلوقتي، احنا لسه اول يوم تصوير، لا عايز اشوف الفيلم ده، طب احنا لسه بنكتب السكريبت دلوقتي. فدلوقتي دي حاسس دي بجد اكتر حاجه متعلم عايز اتعلمها عشان اكمل، مش عشان بس اكمل عشان اكمل حياه. ان احنا بس نتقل على البروسيس كده، ما نستعجلوش، ما نعليش عليه النار. فانا الفتره دي بتعلم الصبر ولازم اتعلمه. الفترات اللي فاتت اتعلمت حاجات برضو كانت كويس. اتعلمت مثلا انت لا يعني محدش هيساعدك، get up you have to. اتعلمت كمان اريبريزنت نفسي بالطريقه اللي تريحني، اللي انت مش مضطر تفيك حاجه عشان حد مش مضطر. دي حاجه اصلا بجد انا كنت بعملها من وانا صغير، بس برضو انت لما ساعات بتنساها، ساعات بتوه، فاهم؟ برضو بعد ما تخلص بقى الثانوي والحاجات دي كلها والجامعه تحس ان انت مش مرتاح. طب ليه؟ عشان انت مش بتريبريزنت نفسك صح بالطريقه اللي هي انت بس. فدول اهم حاجتين يعني حابب انصحني. ولو هناخد بقى ستيب ورا، ايه اكبر تشالنج عديت بيه في الفتره اللي فاتت ساعد ان هو يبني شخصيتك اكتر وتوصل لصبر اللي قاعد قدامي دلوقتي؟ مش حاسس ان مفيش challenges enough، بس كان في، بس عندي interesting story. بص دي نوح انا صورته بموبايلي ولايت بوكس. ما كنتش عايز اجيب لايت بوكس، فعملت لايت بوكس، جبت كرتونه قطعتها فيها، ببعت لك صور الحاجات دي، حطيت فيها لمبه بسلك وحطيت جواها فويل وبتاع. ففكره ان انا اعمل فيلمي الاولاني دي كانت رحله طويله جدا. عرفت يعني اتعرفت على نفسي بقى اصلا. حاسس اتعرفت على نفسي، دي كليشيه، اتعرفت على نفسي عامه جامده صح، كليشيه بس عارف انت. عارف انت الفيديو اللي هو واحد بيكتب حاجه والكتابه بتحرق في نار كده طالع منها من كل ما هي ايوه بالظبط. فاللي هو لا حاسس ان انا عرفت نفسي جامد في الفتره دي، لان انا كنت بحاول اعمل فيلم اطول من نوح شويه، اصعب من نوح،
وكنت معتمد على اصحابي كلهم. بعد كده لقيت بقى اصحابي بقى اللي مش جاي منه، اللي بيستهبل، اللي عرفني في التصوير. كان واحد بس اللي هو فولي اون معايا، بدويه. شفت بدويه صح في اسكندريه. فقعدت فتره كتير جدا متضايق ان انا مش مع فيلم وما اتعملش وخلاص، هتعمل ايه مش عارف. بعد كده قررت اكتب حاجه انا هصور فيها في الشغل عند ابويا، هستخدم فيها بدويه بس، اللي هو الوحيد اللي كان باشنت وفولي اون معايا. وبس انا وهو وكاميرا موبايلي والتو لايت بوكسز اللي هعملهم بايدي. ما كنتش عايز اعمل اي اكسبنسز ماديه علشان لسه بجرب، انا هلعبها. فترو الرحله دي اتعرفت اعتمد على مين وما اعتمدش على مين، اسك مين فور فيفر ومين لا ما اطلبش منه حاجه. وتعرفت على نفسي ان انا بحب اجرب جدا. انا كنتش عارف الموضوع ده يعني. انا بعد ما عملت نوح كل فيلم بعديه كنت بحب اكسبيرمنت حاجه. لا انا هجرب، مش ماشي في فورمولا مضمونه سيف شويه، بس لا خلينا اكسبيرمنت فيها كده طيب، ونلعب في تفاصيلها ونبند واتس بوسيبل. عارف اللي هو ايه الوي كده بس قبل ما يتكسر، ولو كسر منها خلاص مش مشكله، مش هنقعد نعيط بس. فهي دي كلها على بعض كانت حاجه فاليبل بالنسبه لي صراحه. عامة انا اعتقد احس ان من ريسيبيز النجاح ان انت تبقى بتجرب ريتلي. انت هنا عشان كده اصلا بيقول لك الفشل الحقيقي هو ان انت تبطل تجرب. فان انت تبقى persistent لدرجه ان انت تقعد تجرب ومش بتستتر على حاجه واحده، ومش بتقعد بره، مش بتفضل في كومفورت زون. خلاص ده فيل سيف، خلاص هتجرب ستيب كمان كده تجس النبض لحد لما زي ما انت قلت كسر، وساعتها خلاص بقى حصل اللي حصل. بالظبط. ايه حاجه انت عملتها خليتك تبقى فيلم ميكر احسن، خليتك تبقى اشطر؟ بص حاجه اتعلمتها كده كده هتخليك فيلم ميكر احسن، الاونستي، ان انت تكون عارف نفسك وصادق معاها عادي. مفيش حد فينا بيرفكت، فان انت تبقى عارف عيوبك قبل مميزاتك ده بس هيريحك شخص، ده هيريحك جدا كفيلم ميكر جدا في الاختيارات، لان برضو انت بتعمل ديسيجنز كتير، فانت هتاخد الديسيجن بانهي دماغ، لازم دماغك. خلاص احنا اتكلمنا عن الفيلم ميكنج، الكارير، الباشن بتاعك، الحاجه اللي تعمل بيها فلوس. ايه بقى، عشان اكيد في حياتنا فيها اسبيكتس مختلفه زي مثلا ريليشن شيبس. بالنسبه لك الريليشن شيبس عامله ازاي في العشرينات؟ انا الريليشن شيبس بالنسبه لي شيء والله كويس بس مش قوي، مربك برضو بس مش قوي، مش عارف، حاسس ان كده براحه بس مش قوي. اصل برضو الريليشن شيبس انا كنت واخدها بنفس الطريقه اللي بعمل بيها افلام، اللي هو اكسبيرمنتال. انا بجرب اشوف ايه اللي هيحصل. في كميه عباد في حته قال على عشان تلسه قايل برضو. ممكن اقول لك حاجات انت قلتها. دي تجربتك الاولى في مش تصرف خالص. بس فلا فان انا يعني حاسس ان مش مؤهل ادي ادفايسز لا مش ادفايس، انت بتشير البيرسونال اكسبيرينس بتاعتك. او لا البيرسونال اكسبيرينس في الريليشن شيبس كانت صعبه جدا، كانت رولر كوستر. وعرفت منها بقى حاجه مهمه جدا، ان انا لسه ايموشنلي، لا مش ممكن منتلي، مش عارف، بس هو في حاجه انا لسه مش جاهزه ان انا تدخل ريليشن شيب. ممكن تشيل الحته دي عشان البنات، بنات افيلبل. مش عارف يعني، بجرب فيها برضو، مش عارف احس ايه تجاه الريليشن شيبس بجد، بس هي شيء معقد جدا وانت بقى محتاج تهندل حاجات كتير طول الوقت او ما تهتملهاش، وبيحصل مشاكل برضو. مش عارف ازاي تجد away with a relationship، ما اعرفش. ايه خطوتك الجايه، فيلمك الجاي امتى صحيح يا استاذ الحسن رومل؟ انا الفيلم اللي عايز اعمله عايزني انترفيو انترفيو بعد اذنك يعني. لا يعني ده بودكاست بس. اوكي. الفيلم اللي جاي انا بس محتاج اكتبه، يعني انا وصراحه بدات اكتبه، بس محتاج اكتبه، اقعد اكتبه. بفكر وسيم بينج سيريز كده في الموضوع، اروح دهب اعيش شهر هناك، كده بشتغل ريموت، اقعد اشتغل من هناك، وابقى عندي بقى المنتال كلاريتي ان انا اقعد اكتب الفيلم بتاعي هناك. بفكر واحس ان خاطر وبالها تديني انسبيريشن لذيذ وانا هناك، حتى اتليست مش عارف ما خلصوش كله، لا خلصت نص انا عارف ان لو رجعت هعرف اخلص كله. بس عشان حاسس في القاهره في ديستراكشنز كتير جدا. ولا كده مش عايز معايا دهب. مش عايز اجي معاك دهب. سؤال كويس جدا، بس ده بيتعارض مع خطتي دلوقتي. انا بديفلوب ماي سكريبت سيلزمان اور وير دو وي جو فروم هير باي تشارلز برادلي. ايوه اسمه كده، اغيره موسلي. بس انا لحد دلوقتي مقتنع بهذا الاسم، مش عارف ليه.
حقيقي بجد مش عارف ليه. بديفلوب السكريبت دلوقتي مع محمود عبد الرحيم، هو بيدي ورش ديفلوبمنت سكريبت. بجد بجد من ألطف الناس اللي شفتها في حياتي، وبجد بيديفلوب سكريبتس بطريقة فظيعة. بس فاكشولي مش عارف الشهر الجاي هيبقى عامل ايه. انا في سايكل الديفلوبمنت بتاعت السكريبت، بعد كده لما ديفلوب عايز بقى ابدا احضر شوف بودجت. نخش سايكل تاني. ما تبقوش مخرجين يا جماعه، محدش يعوز بجد، الموضوع مرهق. انت اتكلمت على الريليشن شيب بتاعتك هنا في البودكاست ده قبل كده ولا زمان يعني في سيزون 1. اوكي، ان هاو دلوقتي بعد كل ديفلوبمنت؟ والله الدنيا يعني غريبة قوي دلوقتي. يعني انا في اكتر فترة في حياتي حاسس هو ايه اللي انا بعمله ده بس في نفس الوقت I don't mind، فاهم؟ حاسس هو you know what، حاسس ده كاركتر ديفلوبمنت حلو، حاسس ان ده الحاجة الستيب يمكن الجديدة عليا اللي ناقصاني كده. انا متحمس. انت بجد انت عارف ان دي اكتر حاجة ساعدتني اتخلص من الاكشسنس اللي بتيجي بعد التخرج دي، اللي هو يعني بما ان البودكاست بتاعك عن العشرينات، صحيح احنا زي ما اتكلمناش في الموضوع ده، في انكشسنس كده بتصيبك، اللي هو انت انكشس من كل حاجه ومتشكك من كل حاجه انت بتعملها ومتشكك في كل حاجه. بعد كده بتلاقي ان انت مش قدامك غير ان انت تنجوي ذا بروسيس عشان هو انجويبل. انا وصلت اتكلمت على الجامعه عشان انت قصصك من اللي كنت بتحكي لي عن الجامعه انترستنج جدا وعايزك تحكيها. صابر if you don't know ومن طنطا اصلا، هو جه جامعه القاهره وكان عايش مع ناس تانية في الجامعه. how was it ان انت تيجي من طنطا تعود على المدينه دي للقاهره؟ بسيطه. بص، انا في طنطا انا بتضايق جدا من حاجه، بس ممكن تسمح لي وقت مستقطع اشتكي من حاجه بجد بتضايقني جدا؟ اكيد. احنا في عصر الكابيتاليزم، تمام، والجلوباليزيشن خلى كل حته شبه بعضها. فبجد طنطا شبه القاهره، شبه اسكندريه، بس اسكندريه كوم اون ماجيكال، عندهم بحر فشيخ، شبه كل حته بقت شبه بعض. فلان بيجي ناس ايه ده انتوا ما عندكوش جامعه في طنطا بقى ولا ايه؟ الموضوع بجد مزعج جدا. ما اعرفش، ممكن طنطا ايام جدي ما كانش فيها جامعه، بس انا كنت عايش في طنطا مبسوط، معزز مكرم، مدلل اكشوالي بصراحه، يعني كنت فتى مدلل شويه. وجامعتي جت في القاهره، ماسكوم اعلام جامعه القاهره، لان مفيش اكشوالي اعلام في طنطا، ف هاجي القاهره. بعمل حركه جامده جدا، قلت بقى ابويا انا مش هكلفك تأجر لي في القاهره، انا هقعد في السكن الجامعي. اكشوالي هو كان في مصلحته، انا كنت تمام، وقعدت في السكن الجامعي. ينفع اشتكي من السكن الجامعي ولا لا ما هتيجي لا عادي تمام مش من جامعه القاهره. بص، فانا قررت بجد قرار غبي جدا ان انا هقعد في السكن الجامعي، علشان انا ما ابقى رجل اندبندنت، انا مستقل جدا، انا ما كلفتش ابويا كتير، انا هقعد في السكن. اول حاجه السكن صعب جدا، علشان اول ما اتعاملت مع مرتبه صغيره كسرير دورين، اخترت السرير اللي فوق، مرتبه محفور فيها جسم شخص اصغر مني في الحجم، فانت محتاج تنام كده، تمام. والحمام بتاع السكن كان اصعب شيء اتعاملت معاه بحياتي. ليه؟ لان هو في الوش في 7 حمامات، واحد منهم عادي، الباقي كله بلدي، تمام. والدور فيه 36 اوضه، كل اوضه فيها 2، 36 في 2. انت مستنيني احسبها ولا ده عارف؟ ايوه انا مش عارف. اوكي كده تقدر تختبرني. له انا هقول لك 30 يعني 60 6 12 72 يعني 72 على نفس القعده، على نفس القعده. والمزعج اكتر من حد بينظف طبعا، ولا المزعج اكتر من كده ان في مره دخلت الحمام لقيت على القعده علامات شبشب، يعني هو في حد دخل قاعد كده النينجا. طب ما في بلدي يا صاحبي جنبك، في 6 حمامات بلدي. تخيل مثلا somehow كل حمامات البلدي كانت فيها ناس، ازاي ما هو متعود على الطريقه دي؟ انا كلب ما هو المزعج ان محدش بيدخل حمامات البلدي، كله طبعا في الحمام ده، وانا مش فاهم. طيب يعني انت لو انت بترتاح في الوضعيه دي، في 6 حمامات بلدي، 6 حتى مش واحد بس، هو ده الحمام الترندنج الناس بتخش. انا اخش ده. ففضلت في هذه المعاناه. طبعا الحمام مش قابل للاستخدام، ماشي بقى بتويليت سيتس طول الوقت، وبصحى اجري في الجامعه ادخل حمام الجامعه
علشان لقيت الحمام مش مناسب. وطبعا انت بتغسل وشك الصبح، اللي في الحوض ده خلاص يعني ما اصل كنت بعمل ايه اول فتره؟ الحوض ده فيه شويه شعر، الحوض ده فيه شويه ترجيل، الحوض ده فيه شويه سفاح، وهتلف على الاحواض كلها تلاقي ما فيش حاجه. فبقيت خلاص اللي بصحى بيه الحوض خلاص ده رزقنا النهارده الحمد لله، هغسل عليه وخلاص. ما عدا مره كان في حد اكشوالي يعني هو خرجها في الحوض، أنا مش عارف ازاي، مش عارف رفعها ازاي او الوضع هي ازاي او ازاي خد وقته كل ده ومحدش دخل عليه، لان الاحواض مش بباب، هو في المكان كده. فده كده لا ده ما قدرتش بصراحه، نقلت على حوض تاني. بس فانت اللي بتلاقيه في الحوض الصبح في حد وسط اكشن موسع حلاقه مرميه في الحوض وبتاع. فكنت بصحى بس دوبك اغسل وشي عشان اروح حمام الجامعه. وانا راجع من الجامعه بقى في يوم اترمى عليا ازازه ميه بس فيها فيروز. فيروز بعملها برجلي كده لقيتها سخنه. كنت منزعج جدا الاول، اللي هو انتوا ازاي بتعملوا كده في الازايز ومش عارف ايه، لحد ما في يوم اتزنقت مشوار الحمام بعيد جنب ازازه ميه فاضيه وعملت اللي عمله في للاسف. للاسف. بس بعديها الحمد لله جت كورونا ورجعت بقى، قلت لابويا بقى ما فيهاش خلاص، عملت فيها مستقل بس مش قادر عايز اقعد طويل. جبنا شقه بقى بعديها. اتوقع يعني اتعلمت في الموضوع ده compassion، ان انت قادر تتفهم انه في شخص كان مزوم ما كانش قادر يروح الحمام فاضطر يعمل كده، في even day بس انت اتحطيت مكانه وعملت نفس عملت نفس الحاجه. خلي بالك مش متصالح مع نفسي شويه كمان يعني بفتكرها بتضايق بس اتوقع دي اللوب بتاعت كده. ما حدش يقدر في ازايز يا جماعه. عايز اقول لك ان دي كانت من اكتر الحلقات اللي بسطت بيها. احسن له بجد يعني على فكره. لا اتوقع بتكسف من الكلام. اتوقع دي هتكون من اكثر الحلقات اللي فيها فيوز، واتوقع هنعمل حلقه تانية. هوبفلي انا موافق في الاثنين، اتمنى الاثنين يعني لا فعلا في وممكن تبقى كوست يعني هنسيب الجماهير جايون. وبجد شكرا، انت مش فاهم والله دي حاجه قيمه وجامده ازاي بالنسبه لي. ايه رايك؟ اقسم ده عارف لسه كنت بقول لعشماوي بره انا عايز بقى بجيب حاجه علقها هنا ليها علاقه ببودكاست عشان تبقى دي البودكاست بتاعتي او مج او اي حاجه. اوكي. فليت اللي انت تجيب كده. وبجد نورتني. و لو عجبتكم الحلقه تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب. بس واستنوا الحلقه الجايه، ولو عندكم اي اسئله في الكومنتس، اي حاجه عجباكم مش عجباكم، شكرا يا صبوره. عفوا حسن الله على ايه تسويش برومو كود يعني اعمل ايه عشان تيجوا اورو سبيس 100% ديسكاونت لمده يوم. بس واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.